Hey. أول سؤال بيخطر في بالنا لو جينا نتعلم مهارة جديدة هو إحنا هنتعلم المهارة دي في قد إيه؟ يوم، يومين، أسبوع، شهر. في الحياة يا صديقي الوقت اللي أنت محتاجه عشان تتعلم مهارة جديدة وهو 20 ساعة بس، وده اللي وضحه لنا الكاتب جوش كوفمان في كتابه أول 20 ساعة. بس في عوامل يا صديقي لازم تطبقها وأنت بتتعلم المهارة دي عشان تضمن فعلا إنك تتعلمها في 20 ساعة بس. فلو عايز تعرف إيه هي العوامل دي كمل الفيديو. اهلا بكم في قناة عداء وده فيديو جديد. واول عامل معانا واللي لازم تعمله وانت بتتعلم المهارة الجديدة وهو انك تحدد مهارة واحدة. كتير مننا بيبقى متحمس في البداية فبيجمع كذا حاجة مع بعض ويتعلم، وده مش صح لان انت كده بتشتت نفسك وبتقسم تركيزك على كذا مهارة. والصح انك تحط تركيزك كله على مهارة واحدة. يعني مثلا لو انت عايز تتعلم انجليزي واسباني فهنا بتختار الحاجة اللي هتفيدك في الوقت الحالي، فهنا انت بتختار الانجليزي لانه داخل في كل حاجة في حياتنا وده اللي فعلا ممكن يغير حياتك. وتاني عامل معانا وهو انك تحدد المستوى اللي انت عايز توصله في المهارة دي. من اكبر الاخطاء اللي بتواجه الناس لما تيجي تبدأ تتعلم حاجة جديدة زي مثلا انك تيجي تتعلم انجليزي، لو ما حددتش انت عايز توصل لايه في اللغة او انت بتتعلم اللغة ليه، اي فيديو هيجي قدامك عن تعلم اللغة هتخش تتفرج عليه على طول، وصدقني هتبقى مشتت جدا ومش عارف انت وصلت لهدفك ولا لا. فانت لازم تحط هدف توصله وبعد كده تحط هدف جديد. يعني مثلا لو هناخد اللغة كمثال، فانت مثلا لو في مستوى A1 هتقول انا عايز اوصل لمستوى A2، وساعة ما توصل لمستوى A2 وفي الوقت ده انت هتكون فعلا حققت حاجة وده هيديك دافع كبير جدا انك تكمل. تالت عامل معانا هو تفكيك المهارات. احيانا المهارة اللي انت بتبقى عايز تبدأ فيها بتكون كبيرة نوعا ما، فانك تبدأ فيها مرة واحدة دي بتبقى حاجة صعبة جدا. الحل هنا انك تفكك المهارة دي لقطع صغيرة او لخطوات صغيرة. يعني مثلا انك تتعلم لغة جديدة الموضوع في الاول بيبقى معقد شوية وبيبقى كبير قوي، ولكن في حين ان انت فككت اللغة دي الموضوع بيبقى اسهل كتير. يعني على مثال اللغة، لو مسكت اللغة وقلت انا هتعلم اللغة دي ككل الموضوع بيبقى قدامك صعب جدا، لكن انت لو جيت فككت المهارة دي اللي هي اللغة لقطع صغيرة زي مثلا الكتابة والقراءة والمحادثات والاستماع، هنا انت فعلا تقدر تمسك كل جزء من دول وتشتغل عليه لوحده. ورابع عامل معانا يا صديقي وهو التطبيق. من اهم العوامل اللي لازم تعملها وانت بتتعلم مهارة جديدة وهي التطبيق، انك تطبق على اي حاجة بتتعلمها جديد. يعني انت مثلا لو بتتعلم المونتاج وتعلمت النهارده ازاي تقطع الفيديو، لازم حالا تروح تعمل بروجكت وتطبق فيه كل اللي انت اتعلمته، ومثلا بعد كده بعد ما طبقت على اللي انت اتعلمته اول مره هتيجي بعد كده اتعلمت حاجه جديده هترجع تاني تعمل اللي انت اتعلمته اول مره والمهاره الجديده اللي انت اتعلمتها في بروجكت واحد. وبكده اي حاجه انت بتتعلمها جديده في المهاره دي هتبقى سهله انك تحفظها او تتعلمها او تطبق عليها. لكن لو استنيت لحد ما تخلص الكورس كامل وبعد كده تطبق صدقني الموضوع هيبقى صعب جدا وهتلاقي حاجات ياما وقعت منك في الطريق، فطبق وخد وقتك. خامس عامل معانا والأخير والأهم وهو لا تقع في فخ الإتقان. عايزك دايما يا صديقي تبقى فاكر إن الهدف من ال20 ساعة دي إنك تتعلم الحاجة دي، إنك تعرف تعملها مش إنك تتقنها، لأن في فرق ما بين إنك تعرف تعمل حاجة وبين إنك تتقن الحاجة دي. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. أتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو يكون عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودمتم سالمين.